بداية أنا آسف جدًا إن الفيديو اتأخر عن ميعاده، ولكن ده بسبب ظروف شخصية. في الفيديو اللي فات اتكلمنا إزاي إن السوشيال ميديا ممكن تأثّر على عاداتك الغذائية، وإن إزاي عاداتك الغذائية بتتأثّر بالسلب بسبب الأجسام، وبسبب الbody dysmorphia disorder اللي بيحصل لك لمّا أنت بتشوف الأجسام، وبتشوف الناس المحيطة بيك على السوشيال ميديا، وكمان إن إزاي الناس ما بتنشرش غير الحاجات الكويسة ليها على السوشيال ميديا، وده بيخلق عندك نوع من أنواع الاحتقار الذاتي، إن أنت شايف نفسك إن أنت قليل، شايف نفسك إن أنت أقل، شايف نفسك إن أنت مش قادر تحقق اللي الناس بتحققه. في الفيديو بتاع النهارده إحنا هنتكلم عن إزاي إنك تصلّح عاداتك الغذائية، وهنسلّط الضوء على بعض أنظمة الدايت، وإزاي أصلًا أو ليه الدايتات دي اتعملت، وإيه هي الفكرة من العمل بتاعها. السلام عليكم يا شباب، إيه الأخبار؟ أنا عبد الوهاب الشافعي، مدرب وأخصائي تغذية معتمد. من قوة التشتت اللي حصلت على السوشيال ميديا وتنوع الدايتات بشكل غير علمي، خلقت حالة من عدم الوعي عند بعض الناس، أدت بيهم إن هم يجربوا كل الترندات المتاحة، وإنهم يمشوا ورا معلومات مغلوطة بهدف الوصول للجسم اللي هم بيحلموا بيه، وقد تكون المواضيع ديّة أو الدايتات المطروحة ديّة بتشكل خطر كبير جدًا على حياتهم أو صحتهم وهم مش داريانين بده، زي التطرف والمبالغة في اتباع نظام زي الكيتو دايت أو الBSMF أو حتى نظام الطيبات. كل ديّة دايتات اتبنت، اللي منها اتبنى بشكل علمي ومدروس علشان يخدم حاجة معيّنة، وفي منها اللي اتبنى بشكل فردي أو بمحض فرضية معيّنة، إن الناس لمّا تمشي عليها صحتها تتحسن، بل على العكس، في ناس لمّا بتمشي على الدايتات ديّة بدون وعي وبدون خلفية علمية عن الموضوع، الموضوع بيسوء بشكل غير محبب تمامًا. خلّينا ندخل في موضوع الفيديو على طول. أنا هنا مش جاي أقول لك إنك عشان تصلّح من عاداتك الغذائية لازم يكون عندك 5 وجبات في اليوم، والّا تكون بتصحى من الساعة 5:00 والّا تكون بتصحى من الساعة 6، 7 أو إن أنت يكون زي ما باقول لك عندك 5، 6 وجبات وكل وجبة فيها بروتين وكل وجبة فيها كارب وكل وجبة لا، لأ خالص، بل على العكس. إنك تحسّن من عاداتك الغذائية، وهو إنك تخلّي الfitness وتخلّي الnutrition بتاعك هو اللي يخدم حياتك مش العكس. مش إن أنت تكون عبيد للfitness، أو مش أنت تكون عبد للfitness، أو إنك تخلّي حياة الfitness الهدف الوصول للجسم المثالي هو اللي يتحكم في حياتك. لأ، المفروض إن الfitness والnutrition plan اللي بتتعمل لك والprogram design اللي بيتعمل لك، هو بيتعمل لك خصيصًا بناءً على ما يلائم حياتك وما يلائم ظروف يومك. علشان ما يحصلكش أي إجهاد، ما يحصلكش أي ملل من الدايت، ما تحسّش نَفْسك إن أنت متأخّر، أو تحس إن أنت مثلًا ماشي غلط، لأ، ما تخلّيش الموضوع يوصل للتطرُّف والمبالغة، لإن هو دوّة اللي بيخلّيك تتأخّر في النتايج بتاعتك. خلّينا نبتدي بنظام الطيبات الأول. نظام الطيبات هو دايت بيمنع بعض الأصناف، وبيسمح بما كُلّه هو طيب أو سهل على المعدة، وبيمنع ما هو كُلّه هو تقيل على المعدة. يعني مثلًا بيمنع حاجات زي منتجات الدقيق، الألبان، الألياف، الخضروات الليفية، الجرجير، البيض، الفراخ، وأغلبية الفواكه. النظام بقى بيحب السكر، بيحب العصاير، الرز، البطاطس، الدهون، الزيوت، اللحوم، اللحم الضاني، الأسماك، أو الطيور، بس الطيور اللي هي الطيور مش الفراخ. النظام ده معمول علشان يلغي مجموعات غذائية بحد ذاتها. إن النظام الدايت دوّة إن هو يسمح لك بالسكر، ويسمح لك بالعصاير، ويسمح لك بالدقيق. لأ آسف، مش هيسمح لك بالدقيق، هو هيسمح لك بحاجات مثلًا زي العصاير زي ما قُلنا، بيسمح لك بالدقيق الكامل ماشي، بيلغي معظم أنواع البروتينات اللي موجودة. هنا الدايت خلق حالة معيّنة أدِّت إلى نقص في السعرات الحرارية، وصّلتك إنك ممكن تخسر وزن مش تخسر دهون. فهنا النظام ما فيهوش أي حاجة مميزة خالص، بل على العكس، هو أصلًا لغى فكرة وجود البروتينات اللي هي في الأساس بتحافظ لك على الألياف العضلية والمكتسبات العضلية اللي أنت بتتعب جدًا علشان توصل لها في الgym، واللي أنت بتحاول تبنيها. فبالتالي النظام دوّة من الناحية الصحية لأي شخص بيحاول إن هو يخس، ويحاول إن هو يحافظ على شكل جسمه ويحافظ على جمالية جسمه، النظام ده مش ليك. النظام ده لحد هو من البيت للمكتب ومن المكتب للبيت، وبيروح النادي ساعتين ويروّح البيت وشكرًا. لكن أنت واحد داخل الgym، صدّقني النظام دوّة هيضرك أكتر ما هو هيفيدك، بل على العكس، ده ممكن يسبب لك ترهلات، ممكن يسبب لك عدم تناسق في الجسم، ممكن يسبب لك إن كتلتك العضلية تُقع. تخيل نظام بيعتمد على السكر، وبيعتمد على العصاير، وبيعتمد على الدقيق الكامل، وبيعتمد على بعض أنواع الطيور مثلًا، اللي عشان تنافس محتواها من البروتين مع مصادر البروتين التانية، أنت محتاج تاكل منها كتير جدًا. بيلغي طبعًا اللحمة، وبيستخدم بس اللحمة الضاني. ففين هنا القيمة الغذائية اللي الدايت ده هيوصّلها لي؟
فالفكرة هنا إن طالما حيز السعرات الحرارية اللي أنت بتاكله على مدار يومك هو أقل من اللي جسمك محتاجه، فأنت هنا هتخس، حتى وإن كانت السعرات الحرارية ديّة جاية من الحلويات، جاية من الjunk food. أكيد أنت ممكن تكون سمعت عن واحد مثلًا عمل diet زي diet الTwix أو واحد عمل diet بتاع ماكدونالدز، أكيد دول تجربتين من أشهر التجارب اللي أنت سمعتهم في عالم الfitness، الناس فعلًا جربتهم واشتغلت عليهم. واحد لك أن تتخيل إن هو كل الدايت بتاعه كان عبارة عن شوكليت تويكس، كان بيفطر تويكس، يتغدى تويكس، يتعشى تويكس، ولكن لما نيجي نبص على البادي كومبوزيشن الراجل ده خسر ايه بالظبط من وزن جسمه. برضه في نفس الوقت من حيث الراجل اللي عمل الدايت بتاع ماكدونالدز، هو كان بيفطر ماكدونالدز، بيتعشى ماكدونالدز، بيتغدى ماكدونالدز، كانت كل وجباته من ماكدونالدز في حيز السعرات الحراريه اللي تسمح له ان هو فعلا يخس. ولكن هل الشخص ده خس دهون بس؟ اشك. فراجع نفسك وبص على البادي كومبوزيشن بتاع الناس دي، هل الناس ديت لما خسرت الوزن خسرت الوزن بس؟ ممكن يكونوا مثلا خسروا في الوزن، معدلاتهم الحيويه اتحسنت، صحتهم الداخليه بقت احسن، ولكن هي صحتهم الداخليه مش اتحسنت لاجل ان ماكدونالدز مثلا فيه المعجزه، او ان مثلا دايت التويكس ده دايت خرافي ما حدش سمع عنه قبل كده. لا، هي الناس دي اتحسنت وعلاماتها الحيويه اتحسنت وصحتها الداخليه واجهزتها واعضائها الداخليه بقت شغاله بشكل احسن، لسبب ان الناس ديت خسرت دهون زياده كانت على جسمها، مش ان الناس ديت اتبعت نظام غذائي صحي مليان فيتامينات ومعادن والياف وبروتينات وكربوهيدرات ودهون صحيه علشان تحافظ على هرموناتها. لا، هي الناس ديت مجرد انها اتبعت نظام قلل من عدد سعراتها الحراريه المستهلكه على مدار اليوم، وبالتالي ضعفوا المجهود بتاعهم فبالتالي خسوا. لكن هو خس وزن بس، ما خسش لا دهون ولا حاجات محدده مثلا، وممكن يكون نزل مثلا شويه ميه. لكن لما نيجي نتكلم بقى على البادي كومبوزيشن الحقيقي اللي الشخص ده بقى فيه، هو مجرد اتباعه لنظام دايت زي كده. خليني برضو ادخلك في حته تانية الا وهو الاي اي اف واي ام، if it fits your macros. بس قبل ما نكمل، لو الفيديو عجبكم لحد دلوقتي وحابين نكمل في موضوعات تخص الفتنس، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وشير الفيديو مع اصحابك، وتنزل تحت تكتبوا لي كومنت، لان حقيقه تعليقاتكم هي اللي هتخليني اكمل في تقديم المحتوى. ويلا بينا نكمل الفيديو. الذكي في عالم الفتنس والبادي بيلدينج كان بيستعمله ان هو يدخل عدد السعرات الحراريه اللي هو محتاجها من الكربوهيدرات باي شكل من الاشكال، ولكن اللي ما كانش فيه هزار فعلا كان بيبقى ايه؟ كان يبقى الدهون والبروتينات. البروتينات علشان هي ديت اللي هتبني له عضلاته، هي ديت اللي هتحافظ له على الماسل فايبرز اللي هو محتاجها. ومن ناحيه الدهون، هو لازم يحافظ على نسبه دهون كويسه بيدخلها من مصادر دهون نظيفه، منها الساتوريتد فات ومنها الانساتوريتد فات، او اللي هي الدهون المشبعه والدهون الغير مشبعه. وبالمناسبه لو حابين نشرح عن الموضوع ده كله وفي نفس الوقت اعمل فيديو كامل اشرح فيه المغذيات كلها، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس. فهو هنا بيدخل بروتينات، منها البروتين الحيواني ومنها البروتين النباتي، بيندرج تحت اللحمه، السمك، الفراخ، العدس، الحمص، الفاصوليا. بيجي يخش على الدهون، يستخدم مثلا دهون زي الدهون المشبعه زي الزبده البلدي او الزبده الطبيعي، بيستخدم زيت الزيتون، بيستخدم المكسرات، بيستخدم كل انواع الزيوت التانية من كل انواع النباتات. هو ده النظام الطبيعي اللي الشخص ممكن يعيش عليه. طيب بالنسبه للاي اي اف واي ام او اللي هو اف فيتس يور ماكروز، الشخص هنا بيبتدي يلعب مع محتوى الكربوهيدرات بتاعته، منه ممكن يدخل بطاطس، ممكن يكون يدخل بطاطا، يدخل رز، يدخل هوز، يدخل قنبله مثلا، يدخل اي حاجه هو نفسه فيها في حيز السعرات الحراريه اللي ليها علاقه بالكربوهيدرات اللي هو ممكن يدخلها على مدار اليوم. فهنا هو لاعب النظام الغذائي بتاعه، دخله في الحيز اللي هو نفسه فيه، كل اللي هو عايزه، كل اللي هو فعلا بيشتهيه، ولكن هو حافظ على اهم عنصرين هيحافظوا له على جسمه من جوه وهرموناته، هيحافظوا له على عضلاته، الا وهو البروتين والدهون. ومن الامور الكارثيه اللي حصلت بسبب نظام الطيبات ان في ناس بالفعل ماتت. ممكن يكونوا اعداد قليله، ولكن النظام ده ضر اكتر ما فاد. لو جينا نتكلم مثلا على السكر او المرضى السكر من النوع الاول او من النوع الثاني، انت لما تيجي تتكلم على مريض السكر اللي من النوع الثاني، انت هنا بتتكلم على واحد حصلت له مقاومه انسولين. فمن حيث تاثير نظام الطيبات على مرضى السكر من النوع الاول او من النوع الثاني، انت لما بتيجي تتكلم على النوع الاول فانت هنا بتتكلم في كارثه، خلينا نشرحها بعد. لما نيجي نتكلم على مرضى السكر من النوع الثاني، مريض السكر من النوع الثاني هو وصل له بسبب بعض الامور الغير صحيحه في التغذيه بتاعته، من حيث ان هو كان بياخد التغذيه بتاعته بشكل عشوائي،
كان بيستهلك حلويات كتير، كان بيستهلك مصادر كربوهيدرات كتير، أدِّت بيه إن البنكرياس ما بقاش قادر يستحمل كَم السُكّر دوّة وكَم الأنسولين اللي عايز يتفرز علشان يحتوي السُكّريات اللي موجودة، في حين إن الشخص دوّة لمّا بياكل السُكّريات دي كلّها بتبتدي تتخزّن في هيئة جلايكوجين جوّه خلايا الكبد والعضلات. لكن لمّا يكون العنصرين دول أو الحاجتين دول اللي موجودين جوّه جسمنا متشبعين بالسُكّر، ساعتها الجسم يقول لك لأ كده خلاص كفاية، فيبتدي الخلايا يحصل عندها نوع من مقاومة الأنسولين، اللي هو خلاص الخلايا دي مش قادرة تاخد أكتر من كده من الجلايكوجين أو السكريات اللي أنت عمّال تدخّلها جوّه الجسم، فبالتالي يبتدي يحصل حاجة اسمها مقاومة الأنسولين، اللي بتأدّي بعد كده لمرضى السُكّر من النوع التاني، فيبتدي يحصل عندهم نوع من السمنة بسبب اللي حصل من مقاومة الأنسولين. هنا الموضوع ممكن يتعالج بشكل طبيعي جدًا، إن الشخص دوّة ممكن يمشي على نظام الطيبات، ممكن يمشي على الIFOM، ممكن يمشي على الكيتو، ممكن يمشي على الBSMF، ممكن يمشي على الbalance diet، ممكن يمشي على الlow carb، ممكن يمشي على الlow fat، ممكن يمشي على أي diet هو نِفْسه فيه. مريض السُكّر من النوع التاني هو مش فارق معاه نوع الdiet، مريض السُكّر من النوع التاني هو فارق معاه كمية السُكّر اللي داخلة الجسم ما تكونش بتأثّر بالسلب على يعافينا ويعافيكم ربنا، على المرض اللي الشخص ده اتصاب بيه بسبب المرحلة اللي كانت قبلها وهي مقاومة الأنسولين، فبالتالي الشخص ده لو الportions بتاعة أكله اتحسّنت وفي نفس الوقت حتى وإن هو لغى مجموعات غذائية بحد عينها، لو فضل ياكل كربوهيدرات بس، لو مشي على نظام ماكدونالدز، لو مشي على نظام الشخص اللي عمل الدايت بتاعة ويكس، الشخص ده هيخس، الشخص ده هيخس، ولكن أنت لمّا تيجي تتكلم على الشخص اللي عنده سُكّري من النوع الأول، فأنت هنا بتتكلم في كارثة، إن أنت تقول له بطّل الأنسولين، هو أصلًا هنا البنكرياس فقد وظيفته الوجودية، البنكرياس هنا فقد الوظيفة اللي هو المفروض ربنا خلقه جوّه الجسم عشانها، ليه؟ لإن الخلايا المناعية أصلًا لمّا البنكرياس بيبتدي يباشر وظيفته، الخلايا المناعية أصلًا بتهاجم الوظايف اللي البنكرياس بيعملها، فبالتالي البنكرياس ما بيشتغلش والأنسولين ما بيتفرزش. فالشخص ده بيبقى محتاج إن هو يتابع مع دكتور، وإن الدكتور دوّة بيكتب له جرعات أنسولين معيّنة بشكل محدد عن طريق قياس السكر مع كل وجبة، ويبتدي كمان إن الشخص دوّة يدخّل portions معيّنة من الكربوهيدرات مع كل وجبة، علشان تضاهي كمية الوحدات بتاعة الأنسولين اللي الشخص ده بياكلها في الوجبة الواحدة، فبالتالي يحصل عملية الهضم، فبالتالي الامتصاص بتاع السكر يبقى زيه زي الشخص الطبيعي. لكن إنك تلغي له أصلًا فكرة إن هو ياخد أنسولين، أنت كده بتحكم عليه بكارثة، أنت كده ممكن تحكم عليه بكارثة إن السكر ده يتراكم في الدم، فبالتالي يحصل غيبوبة سكر، وبالتالي بعد الشر عن أي حد ممكن يسبب الوفاة. فنرجع للنقطة إن نظام الطيبات زيه زي أي نظام عادي جدًا، ولكن الفكرة هنا في إن نظام الطيبات ممكن يبقى مناسب ليك، مش مناسب لواحد صاحبك، ممكن يبقى مناسب ليكِ بس مش مناسب لواحدة تانية، ممكن يبقى مناسب لواحدة مثلًا قاعدة على مكتب، ممكن يبقى مناسب لواحدة كل اللي هي بتعمله في الحياة إن هي بتروح الشغل، بترجع من الشغل، بتقعد مع أولادها في البيت، ونفس الكلام برضه بالنسبة للراجل، ولكن لواحد يحاول إن هو يخس من دهونه ويزيد في عضلاته ويحسّن من شكل جسمه، نظام الطيبات هو اختيار خطأ تمامًا إن أنت تمشي عليه. في النهاية عايز أقول لك راجع نفسك، راجع نفسك قبل ما تمشي ورا أي ترند يطلع لك على السوشيال ميديا. بالنسبة للدايتات، أي دايت في الدنيا ممكن يخلّيك تخس. ولكن هل الدايت ده لمّا هيخلّيك تخس، هل هو فعلًا بيخدم احتياجاتك والّا لأ؟ لازم تسأل السؤال ده لنفسك، هل الدايت اللي أنا هامشي عليه ده هيخدم احتياجاتي؟ هل الدايت اللي فعلًا الناس مطلّعاه ترند دوّة أيًا كان إيه هو نوع الدايت، مش شرط طيبات بس أو حتى كيتو أو أيًا كان، هل الدايت ده فعلًا هيخدم الاحتياجات اللي أنا عايزها من واحد بينزل الgym، من واحد عايز يبني عضلات، من واحد عايز يخسر دهون؟ وهل الدايت ده فعلًا هيحسّن من حياتي وهيخلّيني أحب الfitness بشكل أكبر، والّا هيتحكّم في حياتي ويقيّدها ويخلّيني أكره الfitness وأكره الرحلة بتاعتي؟ والسؤال الأهم، هل الدايت ده هيخلّيني فعلًا أحافظ على صحّتي والّا لأ؟ لإن الصحّة غالية جدًا، أعضائك غالية جدًا، فركّز واعرف المعلومة صح عشان تقدر تمشي عليها وتستمتع بحياتك وتستمتع برحلتك في الfitness.